يا مساء الفل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت اعمل معاكم اول فيديو كده لمشتريات، بس مش مشتريات شهر ولا مشتريات فترة، لا مشتريات حوالي اسبوع او حاجات كانت قلت عندي وحبيت اجيبها واصورها معاكم، يعني حاجات كده على قد الايد زي ما بيقولوا. بدأت أول حاجة أنا عملتها النهاردة، نزلت طبعا السوق، لملمت شوية حاجات كانت ناقصاني كده، وربنا يكرمها أختي الأطباق اللي انتوا شايفينها دي جابتها لي من سوق الجمعة. الأطباق البيضة طبعا بتبقى حلوة جدا في التصوير، فكده ايه، قلت لها فضلا وليس امرا، يعني وانتي في السوق كده بتجيب حاجات هي جميلة، قلت لها هاتيلي معاكي شوية حاجات وهنتكلم مع بعض عن الأسعار في السوق. يعني أنا لقيت مثلا البيض قل عندي كده، جبت ملح وجبت لبن، جبت لحمة، يعني مشتريات أسبوع. كانت السمنة كمان هقول لكم العرض ده بكام، وكريستال منزلاه جميل جدا أساسا. وبعض المنظفات، يعني مشيت على قد ايدي، ان الدنيا في اخر الشهر والمصروف قفل، مش لازم نجيب الباكت او الجيركن الصابون، مش لازم نجيب كيس كبير مسحوق او اريال او مواد التنظيف، لا نجيب على قد ايدينا اللي يمشي دنيتنا اللي متبقي معانا. لقيت البيض عندي، انا عندي الباكت دي بتاعت البيض، جبتها كنت جايباها من كوكو اند اس، تقريبا ب22 ونص، بحاجة زي كده، جميلة جدا وبتحفظ البيت وبتخلي المكان في التلاجة نظيف جدا. ما كانش عندي كمان نسكافيه، ما قدرتش اجيب برطمان، جبت كمان شوية اكياس ملح كده، 5 اكياس، الملح عندي خلص خالص، ما قدرتش اجيب برضو علب، احنا مش في اول الشهر، يعني المشتريات العالية. مشي دنيتك وحالك على قد اللي معاكي. حبيت بس اقول لكم اللي ممكن نعمل مشتريات، ممكن نجيب على قد ايدينا. جبت 5 اكياس ملح، الكيس تقريبا بجنيه، ملالي العلبة كلها. انا بحب لما اكون في هايبر كده اجيب ازايز بتاعه كوكس، والحاجات دي بتبقى جميله جدا في الملح، او بجيب الملح الصخري، بيبقى حلو قوي في الاكل، بس خلاص مفيش، الميزانيه لا تسمح. بنجيب البرطمانات نسكافيه، لا حبيت اقول لكم اللي ممكن في اخر الشهر نجيب على قد ايدينا كده 10 15 كيس يمشونا لاخر الشهر. حبيت كمان ما جبناش الازايز والقصص دي او الباكت الكامل، جبنا كيسين لبن، جبنة مفروم. طب هتمشي ازاي لحوم؟ هتعملي اكل ايه؟ بالمناسبة القوطة بعد ما بقت 14 و15، يعني الفترة اللي فاتت دي مجنونة يا قوطة فعلا. القوطة امبارح كانت ب10، يعني انا جايباها ب10، وانا عندي خزين في الفريزر للصلصة، بس انا بجيب الناشفة للسلطة. جبت كام كيس مكرونة كده منوعة، و وجبت كمان فرخة، وجبت نص بانيه، يعني ده يكفوني كام يوم، او يكفونا كام يوم بتوع ال10 15 يوم اللي فاضلين. ال10 كانوا 10 بصراحة، الفيديو ده وقتها كان فاضل 10 ايام على الشهر، يعني هيكفوني، هنقضيها يوم بواقي، يوم تعملي كشري، يوم تعملي بطاطس ومكرونة، مش لازم كل يوم لحوم. يعني انا ال10 ايام دول حتى قلت لولادي كده، في بانيه، في فرخة، في مفروم، اختاروا الاكل في حدود اللي موجود. اول حاجة عملت ايه؟ مسكت، طبعا انا مسكت، يعني هو انت بتتعبي يوم بس بترتاحي اسبوع، 10 ايام بتطلعي، يا دوبك كنت نازلة شغلك يا دوبك تطلعي الحاجة اللي هتعمليها على الرخامة او في التلاجة، طبعا الدنيا شتا على الرخامة، عبال ما بتيجي تلاقيها فكت وتعمليها. مسكت المفروم عصقته، قلت لا انا هعصج النص ده كده، احنا كنا عندنا كفتة وبتاع، فايه عصقته. قلت يعمل النص كده، بيعمل لي صينيتين حاجة، يعني مكرونة بشاميل بقى، جلاش، مكرونة باللحمة المفرومة، شكلي ونوعي زي ما انت عايزة. كمان بقية البصل، رحت متبلة على طول البانيه عشان ما يبقاش طالع لسه هتتبلي ولسه لا، شيلي حاجاتك. تمام. تبلت البانيه اهو بالبصل والليمون وتوابل الفراخ وحاجة، يعني ما اقولكش تحفة يعني. يا دوبك هيطلع البيض والبقسماط والقلي. عملت كمان البانيه، خليت الفرخة غسلتها وخليتها فلة ونقعتها وخليتها زي الفل زي الكتاب ما قال. رصيت البانيه في العلبة اللي عندي الجميلة دي، العلب دي تحفة طبعا للفريزر، بتحافظ لك على الحاجة، بتحافظ لك على الحاجة مفرودة كده وجميلة، محافظة على التتبيلة. حطيت
البانيه في العلبة وتقفلي عليها في الفريزر. لأي حاجة هتطلعي العلبة وتسيبيها، ولا تنزل مية بقى ولا أي حاجة زي الكيس. عايزة أقول لكم عرض الزبدة الكريستال ده، مش سمنة، ده زبدة. الزبدة الكريستال العلبة دي أنا جبتها بعلبتها كده، عرض نازل ب35 جنيه. جميلة، أنا شفت العرض جميل جدا بعلبته. العلبة لما انت بتحبي تقطعي مثلا الزبدة، أنا بحب أقطع قالب الزبدة ما خلوش بحاله، بحب أقطعه مكعبات علشان يبقى المكعب كده على قد العمايل. خلصت المفروم كمان، عصقته عندي البولات الزجاج دي، حطيت فيها المفروم وخلاص. كل علبة على قد غدوة، والحمد لله يعني عدينا كده يومين زي ما بيقولوا، بيتبقى منهم بتتقضى وبتمشي. ما تقوليش معيش، ما تقوليش الفلوس خلصت، ما تقوليش لا، على قد ايديكي اعملي برضك ومشي دنيتك ومشي حالك. انا البولة الصغيرة دي عندي الغطا بتاعها اتقطع، فبصراحة الغطيان السيليكون دي عاملة لي احلى شغل في الدنيا. برضو كنت جايباها من كوكو اند اس ب1 و20، برضو جميلة جدا جدا جدا، هاتوها. الفرخة كمان اتبقى حبة بصل كده من البانيه. رحت قبل ما بشيل الفرخة بعمل ايه؟ بعملها بالبصل والفلفل وليمونة، نص ليمونة كده، والملح والفلفل. تطلعي الفرخة بقى تسلقيها، تشويها، تعملي فيها اي حاجة، صينية، اي حاجة، هي متبلة وزي الفل. تشيلي حاجاتك زي الفل. اتحداكي لو لقيتي فيها نقطة زفارة او نقطة اي حاجة هتشيليها بحالها، لازم تلاقي فيها، لازم تلاقي فيها بقى دم مجمد، لازم تلاقي فيها ريحة او طعم مش حلو. لكن حتى وانت متبلاها كده وشايلاها بالتتبيلة، يلا يا بسمة بقيت التتبيلة كمان فين؟ في الكيس الجميل ده برضو اللي بالجرار. انا عشان انا بعشق كوكو اند اس، برضو كانت الباكت بتاعته من كوكو اند اس جميل جدا، بينفعك في التخزين. لقيت نفسي خلاص بقى، معلش انا اسفه، هلكت بقى من الوقفه وكل ده توضيبات، وكل ده من طلوع ونزول بتعب يوم. يعني يوم الاجازه ده ما بيبقاش يوم راحه، ده بيبقى يوم مرهق جدا. قلت افصل حالي كده ودنيتي بفنجان قهوة بتاعي. انا بصراحة عندي الكوباية الفخار دي، بس نفسي نفسي بجد يعني اجيب الكنكة الفخار ان شاء الله، بامر الله اجيبها واوريها لكم ان شاء الله. هي عجباني جدا ونفسي اجيبها. عايزة اقول لكم ان القهوة في الفخار كده لاصحاب المزاج الرايق كده بتستوي على اللي مزاجهم القهوة، يعني بتستوي حاجة كده روعة يعني. فان شاء الله انا هجيبها دلوقتي. عندي الكنكه المؤقته دي، عملت الفنجان وبصوا الوش، مش عايزه اقول لكم مفيش بعد بن عبد المعبود بصراحه. انا بستعمل المحوج الفاتح او المحوج السوبر الفاتح. خلاص انا ظبطت حالي، البيض، الملح، النسكافيه، اللبن، المفروم، المكرونه، البانيه، الفرخه معايا. عملت كمان السمنه والاطباق الجميله، ربنا يخلي لي اختي حبيبتي. وده من بيم، ده صابون للمواعين بيرسول، ده حلو قوي، بيروس او تقريبا بيروس، جميل. ما تنسوش في اللايك، ما تنسونيش في الشير. الاطباق دي جميله وغويطه، ومنها المفروض جميله بصراحه، تسلم ايديها وعينيها. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش في الشير. ولو انتم مش مشتركين في القناة، فضلا وليس امرا اشتركوا. بحب تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.